السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل عجينة الطعمية او الفلافل في البيت بطريقة بسيطة جدا. عملتها معاكم قبل كده في فيديو طويل، فحبيت افصل لكم كده الفيديو في كام دقيقة كده. لو عجبتكم فكرة الفيديوهات القصيرة دي متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة انا معايا نص كيلو من الفول المدشوش او الفول المقشر. انا نقعته لمدة 6 ساعات، ممكن تنقعيه من بالليل وتاني يوم الصبح تشتغلي فيه. وبعد كده غسلته كويس جدا وصفيته من المية. بدأت كده اخد نص الكمية في الكبة واحط عليها، انا عندي هنا نص ربطة من الكزبرة والشبت والبقدونس من الخضرة المشكلة، ومعايا كمان بصل اخضر متقطع زي ما انتوا شايفين كده، وده بديل الكرات. لو عندك كرات ممكن تستخدميه بدل البصل الاخضر. تمام، ببدأ كده اضربهم في الكبة شوية بشوية، ويعني اضرب شوية واوقف شوية عشان يتطحن معايا كويس جدا. اثناء وانا بضرب كده بضيف كده حوالي معلقتين كده كبار من المية عشان يسهلوا معايا الضرب، لحد ما نوصل كده للدرجة اللي احنا حابينها بالشكل ده كده. طبعا لما تكون خشنة شوية بيكون افضل من لما تكون ناعمة جدا. تمام، يعني دي اكتر حاجة الناس بتحبها، اللي هي بتكون فيها نسبة خشونة بسيطة. تمام، يعني بلوش نعموها قوي لدرجة ان هي تبقى عاملة زي المية كده. كده هفضي اول كمية وهبدأ اعمل الكمية التانية بنفس الطريقة. كل الخضرة اللي انا استخدمتها هو البصل الاخضر وكمان الخضرة المشكلة، بس باخد الجزء اللي فيه الاوراق بس، ما باخدش الجزء اللي فيه العروق من فوق. تمام، وبضيف كده معلقتين ميه اثناء وانا بضربها في الكبه لحد ما تنعم معايا بالشكل ده. نضرب شويه ونوقف شويه لحد ما تتخلط كده معايا كويس. لو عندكم المفرمه اللي هي بتاعه اللحمه، اللي هي بتبقى زي بتاعه الجزار كده بس الصغيره دي، اللي هي بتاعه اللحمه المفرومه، ممكن تستخدموها برضو. بتطلع الكفته او بتطلع سوري الطعميه حلوه قوي. هفضي كده كل الكميه بنفس الطريقه دي. انا عملتها معاكم قبل كده بالكرات او الكرات، مش عارفه انتوا بتقولوا ايه. تمام، ممكن كمان تحطوا فصين توم كده معاها وهي بتتضرب برضو لو انتوا حابين، بس انا اكتفيت بالمكونات دي بس. وعايزه اقول لكم طالعه طعمها تحفه بجد. لما نيجي بقى نسويها ازاي، هناخد جزء كده اللي احنا عملناه، سواء هنفرزها دلوقتي او هنشتغل بيها على طول ونقليها. فهناخد الجزء ده وهنحط له ملح وكمون، وهنحط كمان كزبره ناشفه ورشه صغيره من الكربوناتو. يعني انا دلوقتي هفرزها، فهبدأ اعبيها كده في اكياس تلاجة وهبططها بالشكل ده عشان ما تاخدش معايا مساحة، وبقفل الكيس زي ما هتشوفوه دلوقتي. تمام، لما باجي اقليها بحط عليها ملح وكمون وكزبرة ورشة من الكربونات.